السلام عليكم. عايز اتكلم النهارده عن الصحفيين الجهابذة اللي دايما بيدسوا السم في العسل، وبيتباهوا دايما انهم اهلاويه، وباينين لكل الناس انهم اهلاويه، بس هم همهم الاول والاخير حاجه واحده بس، ان هم يتصدروا المشهد ويحققوا مشاهدات عاليه ويثيروا الجدل، وده المكسب بتاعهم الوحيد. اما الخسارة الحقيقية انك لما بتطلع تقول صفقة بناء على كلام العصفورة اللي طلعت قالت لك ان الاهلي بيتفاوض مع فلان او علان، ده عمره ما يكون حب في النادي الاهلي، او ان انت طالع تقول كذا او كذا او كذا او كذا. زيك زي اي حد بيكره النادي الاهلي. ليه؟ لان انت لما تقول اسم الصفقة وان الاهلي بيعمل صفقات وبيتكلم مع فلان او بيتكلم مع علان، انت لو محب للنادي الاهلي عمرك ما هتفشي سر، لان الصفقات دي بتبقى عبارة عن اسرار، وان انا اروح اتفاوض مع فلان او علان ده يعتبر سر. ليه سر؟ لان انا لو الدنيا كلها عرفت، والاندية اللي المفروض منافسة ليا عرفت، والاندية اصحاب الفلوس عرفوا، هيروحوا يعلوا عليك في الصفقة، وهيروحوا يخلوا الاهلي بعد كده يدفع، بدل ما بيدفع مليون، مليون ونص، 2 مليون، هيدفع 3 مليون و3 مليون ونص. يبقى انت كده اصبحت ان انت بتضر النادي الاهلي مش بتفيده، واصبحت كمان ان انت همك الاول والاخير الترند، وهمك الاول والاخير اللايك والشير والمشاهدات، يعني جيبك من الاخر. فما تطلعش تدعي ان انت بتحب النادي الاهلي اكتر من جمهوره، او خايف على النادي الاهلي اكتر من جمهوره واكتر من الاداره. انسى، محدش عمره هيخاف على النادي الاهلي اكتر من جمهور النادي الاهلي، ومحدش هيقدر يخاف على النادي الاهلي اكتر من اداره الاهلي. واداره الاهلي دايما بتعمل الصح، بتعمل الصح، بس انتوا اللي بتعملوا الغلط. انا معرفش الناس الصحفيين دول، يعني هم عشان خاطر النادي الاهلي واسم النادي الاهلي يجي لازم يذكروا النادي الاهلي، والنادي الاهلي بيجري مع صفقة مش عارف مين، والنادي الاهلي بيفاوض مين علشان خاطر يكسبوا مشاهدات، لكن ده مش صح. الاعلام المحترم الاهلاوي اللي جواه فعلا اهلاوي وبيخاف على النادي الاهلي يعمل لمصلحة النادي الاهلي، وما يكونش همه الاول والاخير اي حاجة تانية. عايز اتكلم على جزئيه برضو النادي الاهلي يعني تصرف فيها بناء على يعني طلب الكابتن خالد بيبو، في ظل النجاحات اللي قدمها الفريق في الموسم الحالي. كنا بنلاقي هجوم غير طبيعي على الكابتن خالد بيبو، رغم ان الكابتن خالد بيبو مفيش مشكله واحده حصلت في اوضه اللبس، رغم ان احنا ما شفناش مشكله واحده اثرها خالد بيبو او اثرها اي لاعب مع الكابتن خالد بيبو. حققنا بطولات، في استقرار في الفريق، في اي لعب او اي مشكله في غرفه الملابس لا. بس دايما كنا جمهور الاهلي زي ما احنا بنقول ان جمهور الاهلي لما ما بيلاقيش مشكله بيخلق لنفسه مشكله وبيعمل لنفسه مشكله، ودي حاجة كبيرة جدا. الشباب الصغير الأهلاوي بيمشي ورا كلام الإعلاميين اللي دايما بيحبوا اللقطة وبيحبوا اللايك والشير والصلاة على النبي كده، يعني أهم حاجة عندهم القرش. ودي برضو مرجعها ومرجعنا فيها إلى الصحفيين اللي كانوا دايما بيصدروا ان خالد بيبو لحد ما الجمهور حس ان خالد بيبو عامل ازمه في الفريق. لكن دي حاجه مش حقيقيه، دي حاجه عمرها ما حصلت في اي نادي تاني. احنا بنشوف انديه يا جماعه فاشلين في كل حاجه وجماهيرهم بتدعمهم في اي حاجه الا جمهور النادي الاهلي. يا جماعه الخير، احنا فريق واخد كل حاجه، واللي تكسب بيه العب بيه، وعندك استقرار. ليه ما بنحافظش على الاستقرار اللي احنا فيه؟ ليه دايما بنمشي ورا السوشيال ميديا؟ ليه بنمشي دايما مع شويه صحفيين يعني معرفش هم بيتظاهروا بحبهم للنادي الاهلي لكن جواهم سواد،
جواهم سواد للنادي الاهلي. ويا ريت اداره النادي الاهلي، اخر حاجه عايز اقولها، يا ريت اداره النادي الاهلي تشوف مين العصفوره اللي جوه الاداره، وتشوف مين العصفوره اللي دايما كانت بتبلغ الصحفيين باي خبر او اي مفاوضات للنادي الاهلي مع اي صفقه، وتمشيه. هو ده اللي يستحق ان هو يمشي، هو ده اللي يستحق ان الجماهير تهاجمه. انا كده يمكن قلت كل اللي انا كنت محتاج ان انا اقوله. ويا ريت يا جمهور الاهلي نخاف على فريقنا. يا ريت يا جمهور الاهلي بعد اللقاء بتاع الشناوي يكون فهمنا الناس اللي كانت في برج العرب غلطت في ايه. شكرا.